الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله تبارك وتعالى لما يغزوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب آل بيتي لحبي لهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الحب وينقلنا إلى دائرة المحبين الذين أحبهم الله فنظرهم بعين رضاه. برحب بكم في حلقة جديدة من جدد حياتك. كتير من المشاكل بتنشأ في الحياة نتيجة تخلي عن قيمة أو أدب أو خلق، ومشاكل بتأتي نتيجة التذرع باتباع المدنية الحديثة أحيانا في بعض المناطق. من الموضوعات الشائكة اللي اختلط مفهومها الآن وبقى كتير من الناس بينأى بنفسه عنها بمظنة انه ما يتقالش عليه ضعيف، قصة الحياء. يقول لك ده يقول عليه طيب، الطيبة دي يعني خيبة. الحياء ولا الجرأة؟ خليك جريء أحسن. الحياء ما ياكلش عيش، الخشة يجيب الفقر. يا ترى الحياء ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ خصوصا وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان، في حديثه صلى الله عليه وسلم. ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، يعني أكثر الناس حياء. يا ترى مع حياتنا وزحمتها وشخبطة حياتنا اللي احنا فيها دي، نقدر نرجع لأنفسنا شيء من هذا الخلق وما يتقالش علينا ضعاف، وما يتقالش علينا بنضحك عليهم، وما يتقالش عليهم طيبين بالمفهوم الدنيوي اللي عند الناس، اللي هو مقترن بالضعف وإنهم ما بيعرفوش حاجة في أي حاجة؟ خلونا نبدأ حلقتنا مع فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد، الداعية الإسلامي ورئيس الجمعية العامة للدعوة إلى الله، ولكن بعد هذا التقرير البسيط إن شاء الله. الحياة شعبة من شعائر الإيمان فعلا، ولكن دلوقتي قل الكلام ده، مفيش الكلام ده، فربنا يكرمنا إن شاء الله يكون في حياة. الحياة شعبة من شعب الإيمان، لازم دي حاجة تكون موجودة فينا. احنا الحمد لله أغلبيتنا مسلمين وبنتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ودي حاجة تربينا عليها برضو، فلازم دي حاجة موجودة فينا، بتبقى حاجة غريزة في النفس. هو الحقيقة قل شوية اليومين دول، انما هو بصراحة بجد كان يعني انا طبعا مسن، راجل مسن، فعارف كان الحياة زمان كان الناس تتكسف من بعضيها وتعمل حسابات لبعضيها. النهاردة في ظل الزحمة اللي احنا فيها دي الحياة قل شوية. هي فضيلة الحياة في المجتمع انا شايف ان هي بدأت تتحسن، بدأت تبقى احسن من الاول بكتير. كل واحد بيعمل اللي على كيفه، وخدوا الحرية غلط، فيهم الحرية غلط، وكل واحد بيحلل وبيتكلم في السياسه كأنه هو الدنيا وكلها. انا حاجه ماليش فيها ما اتكلمش فيها، ما اعرفش فيها ما فهمش فيها. هو طبعا عشان نرجع الحياه ترجع زي الاول في المجتمع لازم نرجع للقيم. برضو السؤال الاولاني القيم والفضيله والاخلاق بتاعت زمان، اللي لو نتعامل مع بعض بالدين وباليسرى وبالاسلام الحياه تبقى افضل وكده من اللي احنا فيه طبعا. يعني سئل لقمان عليه السلام فسأله ابنه ذات يوم قال: يا أبتاه أي الخصال خير؟ قال له: الدين. فقال: أتاه الدين بالثانية؟ قال: الدين والمال. فقال له الدين بالثالثة: الدين والمال والحياء. قال: الدين بالرابعة؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق. قال: الدين بالخامسة؟ قال: الدين والمال والحياء وحسن الخلق والسقاء. فمن فعلهن فهو تقي نقي لله ومن الشيطان منه بريء. برحب بحضراتكم في جدد حياتك مرة تانية، ونفسنا بجد نجدد حياتنا، نفسنا بجد نجدد سلوكياتنا،
نفسنا بجد يعني ربنا يقدرنا على انفسنا الاول، لان التغيير في سلوكيات الناس اصعب من انك تبني جبل او عمارات. البناء سهل، ولكن هدم الاخلاق اللي تم على عقود طويله، وانك ترجع بنيان اخلاقي هتاخد وقت. نعم. نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى، او نرجو الله سبحانه وتعالى ان يدينا من همه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنى بيها امه، ونبني بيها اخلاقياتنا انفسنا الاول، لان كل واحد مسؤول اولا قدام ربنا، هيقف ويتسال عن نفسه بدون انفعال. ما حدش يغضب ولا حد يغضب. فضل الشيخ برحب بيك يا فندم. اهلا بك يا استاذ سمير وبالساده المشاهدين اجمعين. قصه الحياء، نعم. نعرف الناس يعني ايه حياء الاول. الحياء خلق طبيعي فطري إلهي جعله الله عز وجل في باطن الإنسان. يستشعر به استشعار أو إحساس يستشعر به إذا فعل فعلا أو قال قولا غير مألوف وغير طبيعي، فيحس بالخجل. هذا الخلق لو احنا طبقناه جميعا ما وجدت مشكلة في الكون. يعني لو الإنسان حاسب نفسه الشيء الذي لا يرضى عنه داخليا لا يقوله ولا يفعله، هل ستحدث مشكلات؟ أبدا. ما دام هو نفس الاستشعار موجود، يبقى لماذا يقول ما لا يحب أن يقوله ويفعل ما لا يريد أن يفعله، ثم بعد ذلك يندم ويتألم؟ هذا الخلق هو أساس الإسلام وأساس الدين. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فطرة طبيعية داخل الإنسان يستشعر بها الإنسان أعماله وأفعاله وأقواله، فإذا وجد أن هذا غير مطابق للمألوف بالنسبة للخلق أو غير مطابق لما أمر به الله، فيشعر بالخجل، يحمر وجهه، يتغير لونه، يشعر بأنه عاوز ينزوي للفعل الذي فعله أو القول الذي قوله. هو ده الحياء باختصار شديد. قلت الشيخ فوزي محمد أبو زيد، الأستاذ كتبنا حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء. نعم. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هل معنى كده أن كل مؤمن حي؟ الأصل أن كل مؤمن حي. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء، جاب السبب بتاعه، الحياء من الإيمان. يعني سببه الإيمان. نعم. سبب الحياء هو الإيمان. وقال في بقية الحديث: والحياء لا يأتي إلا بخير. الله. أساس الحياء حياء من الله. أيوة. وحياء من الخلق. الإنسان يستحي من الله إذا علم أن الله يطلع عليه ويسمع كلماته ويرى حركاته وسكناته. دي مرتبة عالية يا سيدنا الشيخ. ما هو هي دي الإسلام. هو ده الإسلام. يعني إن الإنسان يبقى يراقب ربنا في أفعاله الإحسان وأقواله، أن تعبد الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصل الإنسان إلى هذا الأمر هو ده الحياء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله. الله. حق الحياء من الله. لماذا؟ لأن كل ما فينا وما حولنا وما عندنا من نعم فهي من الله عز وجل. خلقنا الله فسوانا وجلب لنا كل ما نحتاج إليه في دنيانا من نعم ظاهرة أو باطنة، ثم نعصاه عز وجل بنعمه. ولذلك ورد أن رجلا ذهب إلى الإمام الحسين رضي الله عنه وقال له: أريد ألا أعصى الله عز وجل. فقال الإمام الحسين رضي الله عنه: إذا أردت الله
إذا أردت أن تعصى الله عز وجل فلا تعصاه بنعمه. فسكت الرجل وقال: وكيف؟ أيوه. قال: إذا أردت أن تعصى الله عز وجل فاخرج من أرضه. فقال: وهل هناك أرض غير أرض الله عز وجل؟ نعم. قال: إذا أردت أن تعصى الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. قال: وكيف أعيش؟ والرزاق هو الله عز وجل سبحانه. قال: إذا أردت أن تعصى الله عز وجل فابحث عن مكان لا يراك الله عز وجل فيه. لا إله إلا الله. قال: وهل هناك مكان لا يرى الله عز وجل فيه؟ إذن أعاهدك ألا أعصى الله عز وجل قط. فعندما يرى الإنسان هذه الأمور ويكيفها نعم. يستحي أن يعصى الله عز وجل، لأنه يتغذى بنعمه ويعيش على بره، والله عز وجل يطلع على كل أحواله وأفعاله في كل أوقاته ولا يغيب عنه طرفة عين ولا أقل. الله. ده مرحلة المراقبة يا سيدنا الشيخ. نعم. إذا فقد الحياء فقد الإيمان، ولا موجود الإيمان ولكن دون حياء؟ إذا فقد الحياء نعم. دليل على ضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا غضب الله على عبد نعم وأراد أن يجعله مقيتا ممقتا نزع منه الحياء، لأن الله عز وجل يجعل الحياء السمة التي يتميز بها المؤمن، وهو الدافع الأول للبعد عن معصية الله عز وجل ومخالفة أمره، وكذلك هو الدافع لحسن المعاملة مع الخلق. الحياء مع الحق مع الخلق، نعم. وهو الصنف الثاني من الحياء. فإذا استحى الإنسان من الناس لا يقول قولا بلسانه يتأذى منه الناس، ولا يفعل بيده فعلا لا يرضاه الناس، ولا ينظر بعينه إلى ما لا يحب أن يراه منه الناس. فالحياء من الناس هو الذي يمنعه من المعاصي، والحياء من الله عز وجل هو الذي يؤكد ذلك ويزيد على ذلك، فيجعله يراقب الله في الخلوات كما يراقبه في الجلوات. سيدنا الشيخ، المشهد المعاكس لده من أسوأ الناس خلقا من يعني تجنبه الناس اتقاء فحشه. نعم. اشرح لنا ده. في ناس بيبقى لسانها وحش وما عندهاش من الحياء، الله أعلم. وهذا الأمر بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا. ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا حي. الذي نزع منه الحياء لا يتورع عن السب والشتم بأفظع الألفاظ وبالألفاظ التي يتأذى منها السامعين، بل ربما يتباهى بذلك. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأن كل أهل الموقف قد يتجاوز الله عز وجل عنهم ويغفر لهم إلا هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي يجاهر بالفحش ويجاهر بالمعاصي ويجاهر بما لا ينبغي أن يفعله أمام الخلق، هؤلاء لا يعفو الله عز وجل عنهم يوم القيامة، لأنهم استباحوا الحرمات واستباحوا الألفاظ المنكرات وجعلوا الناس تتأذى منهم وكأنهم أشواك
يحاول الناس أن يبتعدوا عنهم حتى لا تؤذيهم بشوكها. ودي طائفة نزع منهم الإيمان، نسأل الله عز وجل الحفظ والسلامة. سيدنا الشيخ، أحيانا بنكون في مواصلات عامة، نعم، وبيكونوا ولاد وبنات وشباب، وبنسمع ما بين طائفة السواقين، وفي ناس كويسة في السواقين عشان أكون صادق نعم. يعني، وناس نعم. متدينة وبتصلي، وناس تعرف نعم. ربنا كويس قوي، نعم، أيا كان دي. إنما قصة إنك تسمع ألفاظ خارجة بقت سمت نعم، في كل وسائل المواصلات اللي بتركبها في الشارع، خصوصا العربيات الصغيرة دي. وكمان ممكن لو حصلت أي خناقة بتسمع ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. تقول إيه أولا للناس دول؟ وهل دول ممكن إصلاحهم ولا لأ؟ كل شيء ممكن إصلاحه، لكن هذه الظاهرة دي ظاهرة أسبابها الأساسية إيه؟ ظن كثير من الناس، وده مبدأ انتشر في ربوع شعبنا، أيوه، مبدأ الفهلوة. أن كل حاجة يستطيع أن يحصل عليها لابد بالإيه؟ بهذه الطريقة. أن هو لو أبدى الفظاعة في التعامل، الشذوذ في الكلام، الكل هيخاف منه ويحاول أن هو يسهل له الوصول إلى ما يريد. هؤلاء في حاجة إلى وقفة اجتماعية ووقفة من المسؤولين. الوقفة الاجتماعية أن الشعب يعرض عنهم ويعمل بقول الله لحبيبه ومصطفاه: وأعرض عن الجاهلين. والإعراض عنهم أي لا نتعامل معهم ولا نتحادث معهم ولا نجالسهم ولا يكون بيننا وبينهم معاملة. والمهم أن يشترك الشعب جميعا في هذا الأمر إذا أردنا إحياء هذه القيم. يشترك إزاي الدينية. يا الشيخ وهم منا، يعني من بني جلدتنا زي ما بيقولوا، من نفس الشعب، من نفس المواطنين، بقوش سواء من الناس، من حي شعبي، من منطقة، من أي منطقة، وبعدين بتسمع منه ألفاظ خارجة. كمان أقول لحضرتك مثال كمان وترد على الاثنين مرة واحدة. بعض الأسر وهي بتربي ولادها الأطفال بتعمل حاجة غريبة جدا، تقول له ما يصدقوا ان الولد بدأ يتكلم. أيوه. اشتم عمك فلان. لا. واشتم فلان، اشتم باباك، اشتم مامتك، اشتمها يا ولد. ويطلعوا لسانه متعود على الرذيلة من أول الخط. ده كلام الناس دي نقول لها يا سيدنا الشيخ دي عاوزة توعية من البداية، التوعية والتربية الصحيحة. والتربية الصحيحة تكون بدايتها: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرؤا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. الله. أما الآخرين الإعراض عنهم من المجتمع، سواء مشهور بهذا الأمر لا أركب معه، هنعمل كلنا إضراب عنه. ربما نقول إن احنا في أزمة بناقص واحد. لو احنا كلنا أعرضنا عنه وراء أن لا أحد يركب معه، هيصلح نفسه ولا مش هيصلح؟ لازم هيتغير. أو حتى ما تصلحش، يبقى احنا اجتنبنا السوء. هو ده عشان نعمل بالحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وده للحاكم. نعم. فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك للعلماء. فإن لم يستطع بقلبه، وده لعامة الناس، وذلك أضعف الإيمان. وبقلبه يعني إيه؟ لا نعامله ولا نركب معه ولا نتحادث معه. هو كده هيشعر إن هو منبوذ، ودي أكبر أمر يجعل الإنسان يحاول أن يغير من سلوكياته ليعايش من معه. وفي نفس الوقت القائمين على أمر المجتمع يحاولوا أن هم ياخدوا هؤلاء القوم ويجعلوا لهم دراسات نموذجية سلوكية لتحسين سلوكهم. يعني أنا أذكر في هذا المجال أن في البلاد الأوروبية وفي أمريكا السائق على سبيل المثال الذي يمشي عكس الاتجاه، إذا عرض على القاضي يأمر فورا بأن يذهب إلى مصحة نفسية لمدة كذا شهر.
لأن ده سلوك غير طبيعي. أي فرد في المجتمع بيتصرف بسلوك غير طبيعي بيبقى الحكم إيه؟ يروح مصحة نفسية عشان يعالج نفسه، لأنه لو سوي مش هيخرج منه هذا الفعل ولا هيحصل منه هذا العمل. فديت برضه احنا نقدر نستفيد بتجارب الآخرين في هذا المجال في تقويم هؤلاء المعوجين إن شاء الله رب العالمين. سيدنا الشيخ، طب ازاي نتقي الناس اللي عندها شيء من حياة وبقية من حياة وعايزة تعيش في وسط المجتمع سالمة؟ ازاي تبعد بنفسها عن الصورة الذهنية الشائعة ان الطيب او الحقيقي ده ضعيف، ده هيتقال عليك خايب او يتقال عليك خايبة، خليك جريء او خليك جريئة؟ في تقديرك ده يتم ازاي؟ لا، هو الحياء هناك أمور في الدين طلب من المسلم أن يتخلى عن الحياء فيها. أولا لا بد أن يتخلى عن الحياء في طلب العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يضيع الدين بين الجهل والحياء. ولذلك السيدة أم سليم الأنصارية رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها النبي: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الله. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل على المرأة غسل إذا رأت بللا في الليل؟ قال: نعم إذا رأت البلل، لم تستحي أن تسأل في ذلك لأن هذا دين الله عز وجل. الأمر الثاني: لا ينبغي على المؤمن أن يستحي في قول الحق حتى ولو كان مع أقرب الأقربين. فعندما جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت ويريد ألا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسامة ربيبه، نعم، وقال: عجبا لك يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ونهاه عن ذلك. فالحياء لا ينبغي أن يمنع الإنسان من قول الحق. وهذا هو الحياء الذي شاع في زماننا وضاع الحق. الناس تستحي أن يقول الحق وهو يعلم. يقول لأحسن فلان هيزعل، هياخد موقف مني. ونسي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله قوما أضاعوا الحق بينهم. هذه الأمور لا ينبغي أن الإنسان أن يستحي فيها، لأنها تمنع الحق وتمنع العلم. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يستحي في التعامل مع من يهمه أمره من بيان بعض عيوبهم لتوجيههم. ما دام هم يهموني، إن كان صديق أو أخ أو زوجة أو ابن، بس بالطريقة الحسنى والموعظة الحسنة باللطف. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لأصحابه: رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوب نفسي. نعم. كانوا يتعاهدون أنفسهم بالنصح لبعض وبيان عيوب أنفسهم لإصلاحها. دي بعض المواقف التي لا ينبغي أن الإنسان يستحي فيها، لأن هذا حياء يكون اسمه حياء طبيعي نهى عنه الدين. وإنما الحياء من الله أو من خلق الله. من الله في الأمور التي نهى عنها الله ومخالفة أوامر الله وشرع الله. مع خلق الله من الأمور التي لا تليق ولا ينبغي أن يظهر بها ولا يرضى عنها المشاهدون له من خلق الله. طب في حديث ما معناه استحيوا من الله حق الحياء. نعم. حضرتك كنت بتقوله قبل ما ندخل. نعم.
قول لنا هذا الحديث أن تحفظ. استحيوا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام: استحيوا من الله حق الحياء. نعم. قالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى. والرأس يحوي العين والعقل والأذن واللسان. وحفظ الرأس هنا وما حوى يعني يحفظ العين من النظر إلى عورات الآخرين والتحسس والتجسس على المسلمين. ويحفظ الأذن من سماع الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعن وما شابه ذلك. ويحفظ اللسان من كل كلمة نابية أو جافية. ليس المؤمن بلعان ولا فاحش ولا بذيء. ويحفظ العقل من فكر السوء وحيل السوء لإخوانه المسلمين. أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. والبطن هنا يعني يحفظ البطن من اللقمة الحرام اللي بتيجي عن طريق الغش أو الخداع في الكيل ولا في الوزن، أو عن طريق النصب أو السرقة وما شابه ذلك، الحرام. أو فعل الحرام عن طريق الفرج إن كان الزنا أو عمل قوم لوط. وأن تذكر الموت والبلى، لأن الذي يمنع الإنسان من الوقوع في معاصي الله أمران: أن يتذكر أن الله يطلع عليه ويراه، دي واحد. الأمر الثاني أن يعلم تمام العلم أنه لا بد للحياة من نهاية، وسيأتيه الموت إن آجلا أو عاجلا، وبعد الموت سيحاسبه الله على كل ما قدمت يداه. فإذا نسي الموت عاش على حسب هواه، وحاول أن يقدم لنفسه كل ما تتمنى، وهذا هو الذي يدفع الناس أو أغلبهم إلى الوقوع فيما نهى عنه الله عز وجل. سيدنا الشيخ، إزاي الإنسان يزرع في قلبه الحياء من الله؟ إزاي؟ بذكر الله، ولا بالصلاة على النبي، ولا بمداومة الطاعة، ولا مجالسة الصالحين؟ ادينا روشتة. الذي يريد أن يزرع في قلبه الحياء من الله له عبادة كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية حياته قبل اختياره للرسالة. صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ويتفكر، حتى قال أهل مكة: لقد عشق محمدا ربه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم تفرض عليه وعلى أمته الصلاة إلا قبل الهجرة بعام، ومدة مكة 13 عام، يعني 12 سنة. 12 سنة دي كانوا بيعملوا فيها إيه؟ كانوا في عبادة اسمها التفكر. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: لا عبادة كالتفكر. ما فيش عبادة من النوافل تساوي التفكر. الله. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: ساعة تفكر خير من عبادة سنة. الله. في الأجر والثواب. والتفكر أي التفكر في خلق السماوات والأرض، أو التفكر في خلق الإنسان وما فيه من نعم صنعها فيه الرحمن عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه العبادة هي السبيل الوحيد لتقوية مراقبة الله عز وجل. فعندما يجلس الإنسان بعد صفاء قلبه وبعد خلوه من الدنيا ويتفكر في أمر نفسه ويتفكر في خلق الله حوله،
يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمآب، وإليه المصير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آية في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر هيوصلهم لإيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية كل ليلة قبل قيامه للتهجد. الله. ينظر إلى السماء ويتلو هذه الآية، وقال عند نزولها: لقد نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. وفي رواية: ويل لمن قرأها ولم يتفكر. السبيل لمراقبة الله هو التدبر في خلق الله، والتدبر فيما في الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ يتفكر الإنسان في نفسه وفي النعم التي جعلها الله فيه، وفي النعم التي حوله والتي جعلها الله خاصة به. كل هذه تجعل الإنسان يخضع ويخشع ويسلم لله عز وجل. لذلك نجد القرآن حافل بالتوجيه إلى هذه العبادة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ينظر يعني إيه هنا؟ تفكر هو أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى عاوز الإنسان ما ياكلش وهو غافل، ده يشوف الأكل ده جاله إزاي، وصل لحد عنده إزاي. ده حبل تفكر طويل يفتحه الجليل عز وجل ليعيش فيه إيه؟ الإنسان. ولذلك التفكر عبادة الأنبياء. الله. عبادة الأنبياء كده. عبادة سيدنا إبراهيم كانت إيه؟ التفكر. نعم. عندما نظر وكذلك نري إبراهيم ملكوت نري. لا، عندما نظر إلى النجوم. نعم. ونظر إلى القمر. نعم. ونظر إلى الشمس. نعم. وكل شوية دي هذا ربي هذا عبادة التفكر. نعم. هي عبادة الأنبياء والمرسلين. لكن سيدنا الشيخ أنت قلت شرط صعب أوي، أنت قلتها في كلمتين وأنا كتبتها وراك: بعد صفاء قلبه. نعم. احنا من الناس الآن وكلنا وأنا منهم قصة شواغل القلوب وشواغل الأنفس كثيرة. نعم. اللي كان له لقمة مرة حرام بين الناس، اللي حصل له مشكلة في القلب، ارتكب معصية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي والذنوب ورينها على القلوب، والغفلة كمرض يصيب القلب. بعد صفاء القلب قل لنا ايه اللي بيحيي القلب؟ نحيي القلب الأول عشان نروح نحط فيه أخلاقيات وقيم. إنما القلوب الصديانة دي هتعمل لها ايه؟ هو الأساس الأول في إحياء القلب تصفيته من المخالفات التي نهى عنها الله، والتي أشار إليها الله في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أن ينزع المسلم ما دام مسلما ويعلم أن الأمور كلها بيد الله، ينبغي ألا يكون في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد على أحد من الناس قط، لأنه يعلم أن الخير من الله وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. نزع الغل الأول. نزع. وقال الله: ونزعنا. والنزع يعني بشدة. ده في الآخرة، ده في الدنيا، في الدخلة. قال الله تعالى: لمن أراد أن يتقن الصلاة قد أفلح من تزكى. وبعد كده: وذكر اسم ربه فصلى.
يبقى لازم يزكي نفسه الأول. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله فيه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. يزكيكم الأول آه. ويعلمكم الكتاب والحكمة. بعد كده العلم بيجي بعد التزكية. بعد التزكية. طب سيدنا الشيخ بعد إذن فضيلتك، قصة تزكية النفس وطهارة القلب موضوع صعب، موضوع صعب خصوصا مع شح الإنسان على نفسه وحب الإنسان لنفسه وحب الخير لنفسه. قصة الأمراض اللي بتصيب القلوب، أي الذكر يحيي القلب بعد أن يبعد عن المعصية، أو بيقوم ويقع. أي الذكر، هل هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تحيي قلبه، ولا ذكر الله اللي يحيي القلب؟ أول حاجة تحيي القلب المحافظة على الصلوات المفروضات في وقتها. نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول له: يا رسول الله، نعم، ما أحب الأعمال إلى الله؟ نعم. قال: الصلاة لوقتها. الله. الصلوات لوقتها. ليه؟ اسمع إلى الله وهو يوضح الحكمة من الصلاة. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر. ثم بعد ذلك ولذكر الله أكبر. الله أكبر. نعم. يبقى الذكر بعد إيه؟ بعد الصلاة. والصلاة كلها ذكر لله، لكن الصلاة في وقتها والحرص عليها والمداومة عليها هي الباعث الأول لطهارة القلب وتصفيته وتنقيته، وهي التي تهيئ القلب للذكر الحقيقي لله عز وجل، الذي يقول فيه الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشيخ أنا بشكرك شكرا جزيلا، أمتعتني، وادعي لنا بدعاء طيب عشان ناخده من نفحات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما فتح الله به عليه ثم على حضرتك في هذا العلم. دعوة نختم بها هذه الحلقة. بنشكر فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد الداعية الإسلامي ورئيس الجمعية العامة للدعوة إلى الله. تفضل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. آمين يا رب. وأن يعلمنا ما جهلنا. آمين. وأن يعيننا على العمل بما علمنا. آمين. وأن يطهر نفوسنا. آمين. وأن يصفي قلوبنا. آمين. وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. آمين. وأن يوفقنا لطاعته إلى الممات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.